هنا هقول لك ازاي بنوزع الأنشطة والأحداث المهمة الخاصة بشغلك في الكالندر اوف ايفنتس الخاصة بالعام كله. خلي بالك، جدولة أنشطة شغلك واختيار توقيتها بدقة بيفرق جدا في النتيجة اللي احنا عايزين نوصل لها وفي ردة فعل الجمهور اللي بتخاطبه. واحنا بنطبق ده عن طريق 3 حاجات. 1، مبدئيا أي منتج جديد أو لانش مهم لأي حاجة في شغلك لازم يكون في الربع الأول من العام. ليه؟ عشان لما بنجدول بدري خلال السنة بتبتدي تشوف نتائج البرفورمانس اللي انت عملته، وبتبتدي تندع زي ما احنا بنقول عندنا في مصر، وبناء عليه بتاخد قرارات مهمة للعام، ولو عايز ان انت تغير او تبدل حاجة بتلحق تعملها. 2، لما تيجي تجدول الأنشطة بتاعتك يا بتحطها أسبوعين قبل العطلات الرسمية والطويلة، أو بتنزلها في الأسبوع الثاني بعد انتهاء العطلة الرسمية. مثال، ابتداء من 25 ديسمبر لنصف يناير، دي أجازات طويلة حول العالم، فبنبعد عن إطلاق أي أنشطة مهمة خلال التوقيت ده، وقيس على كده غيرها من المناسبات والأحداث المهمة. 3، الأيام اللي بنصحك تبعد فيها عن تواريخ معينة أو أحداث معينة في شغلك بنعمل فيها إيه؟ بنعمل maintenance، صيانة، أو business as usual، اللي هو إيه؟ إدارة لما هو قائم من أعمال ومعايدات وأي حاجة أنت مشغلها في الوقت الحالي. يا ترى بقى قدرت تعرف من اللي احنا قلناه ده رمضان سيزون ولا لأ؟ هقولك في الكبسولة اللي جاية. أشوفك هناك.